عايز اقول لكم بقى، بفتح الكرتونه كده بتاعت الشغل الحلويات دي، لقيتها بقت في كل ناحيه كده. بصوا يعني اتفرتكت بصراحه. اي ما شاء الله. بس عايز اقول لكم يا جماعه، فيها شويه حلويات، والله حاجات كده ايه، ممنوعات. شويه شغل بقى اللي قلبك يحبهم. بصوا، شغل بقى عجينه السكر والملدهات اهيت، وبتاعه الجيلي كولا، وحاجه بقى شغل عالي، وشمع غذائي ودعامات اهيت بتاعه الكيك شويه شغل حلوين قوي. ومفرش السيليكون اللي بتخش الفرن يا جماعه، يا اللي اتسالت عليها كتير قوي. والفراشات اهي بقى، الفراشات الجامده جامده جامده. هنفضي بقى الحاجه ونشوفها مع بعض، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يشوفني اخوكم محمد، ودي قناتي قناه كريس كيك. اللي اول مره يشوفني او يتابعني يشرفني اشتراكه في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصله كل جديد. النهارده جايين بقى في فيديو جميل جدا عن شغل الادوات. طبعا زي ما طلبتوا مني ان كل حاجه جديده اجيبها لازم نعرضها ونشوفها مع بعض عشان نعرف الجديد ايه في المحل. تمام كده. هنشوف بقى يا جماعه، اول حاجه نبدا بايه؟ بالقطاعات القمر دي. دي قطاعات يا جماعه كيتي، تمام، بكل تفاصيلها بقى. طبعا قطاعات يا اما كوكيز يا اما عجينه سكر، شغال مفيش مشكله. معانا دي قطاعات السحاب، دي عشان عجينه السكر يا جماعه. ومعانا بقى ايه البراويز دي يا جماعه كده، بتبقى تحفه على عجينه السكر. شايفين عامله ازاي اهي؟ تمام. دي بتقطع بيها عجينه السكر، وبكده طبعا في النص بقى ايه كلام بقى كده اهوت ايه على جناب التورته، بتبقى جميله جدا. معلش انا ايه مرهق شويه، لان من الصبح والله كنت بعمل في شويه بضاعه كده جايالي، واليوم كان صعب شويه النهارده. دي قطعت برضو براويز اهي، وممكن نقطع بيها برضو كوكيز او كيك او اي حاجه مفيش مشكله زي ما احنا عايزين. ودي قطعت اللي هي ورده القرنفل، ليها طريقه كده بتتعمل بيها اهي. شايفين الظهر بتاعها عامل ازاي؟ دي المراحل بتاعتها بتتعمل اهي. طبعا اللي بيشتغل بيها عارفها. نخش بقى على ايه؟ على القوالب بتاعه الشوكولاته، وبرضو فيها ممكن نشتغل فيها برضو ايه مولدات عجينه السكر زي ما الناس بقى بتشتغل بقى حابين يشتغلوها. ده عندي اهوت ايه القالب بتاع الايه بار الشوكولاته اللي حبايه البن. بصوا عامل ازاي يا جماعه، تحفه. ده هنا ده الجيتار بجميع اشكاله، جميل جدا جدا جدا. ده بار شوكولاته برضو كده اهو، بيتصب فيه قالب الشوكولاته يطلع كده. دي الموسيقى بتاعت الموسيقى اهي، واضحه. ده برضو بار بابلز، الشوكولاته اللي هي البابلز اهي. ودي هي الايه القلوب اللي هي 3 دي، اللي يعتبر اسمها جواهر، بيسموها جواهر اهي. طبعا خامة السيليكون بتاعها محترم جدا يا جماعة. دي آلات موسيقية اهي يا جماعة اهي، جميلة جدا جدا، عجباني جدا دي بقى. بصوا عاملة ازاي، تحفة. وده هنا بار شوكولاتة بس الميني بقى اللي هو الصغير، فيها كذا واحدة اهي. تمام كده. وانا بقى اللي عايز بعمل بقى ايه جيلي كولا. بصوا عامل ازاي، ومعاه القطره بتاعته دي دباديب اهي. بصوا عامله ازاي، قمر، جميله جدا. بصوا عامله ازاي يا جماعه، تحفه. ومعاه ايه القطره بتاعتها اهي عشان ايه تنقطي، لان طبعا حجمها صغيره طبعا للجيلي كولا. تخش بقى على الملدوهات بتاعت ايه عجينه السكر يا جماعه. دي بتاعت البيبي اهو، اللي هو غسيل البيبي او شاور بيبي مثلا. تمام. دي الهدوم بتاعته ان هي منشوره يعني. دي فيونكات بجميع اشكالها اهي. طبعا عايز اقول لكم الخامه دي بتاعتها حلوه جدا، اللي هي الخامه التقيله اهي.
دي هنا معانا بتاع حاجات البحر يا جماعه، القواقع بقى والنجمه والشغل بتاع اللي انتم شايفينه اهو، ما شاء الله جميله جدا. معانا دي شجره ايه؟ الفلامنكو اهي، او الفلامنجو مش عارف بقى. وده قوس قزح، طبعا ده شغل عجينه السكر يا جماعه كله اهو، بس طبعا الخامه مش عايز اقول لكم، خامه جميله جدا. ده ورق الشجره اهو، كذا واحده اهي، صغير وكبير واشكال اهي. دي برضك فيونكات اهي، احنا عملناها قبل كده اهو. ودي بقى فيونكات تانية اهي، اشكال طبعا ايه مختلفه واحجام مختلفه فيها. ده برضك المولد بتاع الحروف وارقام، يعني حروف وارقام يا جماعه، بس برضك عايز اقول لكم خامته جميله جدا، تحفه بجد يعني. خش على ايه؟ كل جديد. ودي يا جماعه بيقول لكم اعملوا لايك عشان ايه يوصلكم كل جديد. اعملوا بقى لايك بقى. طبعا الميزان بتاعنا ده طبعا الخامه اللي هي كويسه يا جماعه، في حاجات منه خامه مش كويسه، خدوا بالكم. ايه تاني؟ ايه تاني معانا بقى؟ ايه يا جماعه؟ البريوشه اللي هي بتاعت ايه؟ المولتن كيك اهيت، ده مقاس 14، ده احسن مقاس يا جماعه للمولتن كيك اهو، والمونيا وخامتها تحفه. معانا بقى ايه؟ الدعامات دي يا جماعه اتطلبت مني، بصوا التخانه بتاعتها عامله ازاي. دي دعامات عشان الكيكه اللي هي الدورين، تحفه، خامتها كويسه جدا. دي قطاعه يا جماعه للتشيز كيك، او كيك مثلا لو عايزين تورتايه، بس هي بتقطع ايه؟ تشيز كيك جميله جدا، تحفه. تعملوا مثلثات بقى زي ما انتم شايفين كده اهو. دي هنا فرش عشان ايه؟ نشتغل بيها بقى ايه؟ سكان داست او نلون حاجه ايه في التراب بتاعتنا. خش بقى على ايه؟ على الفراشات التحفه. شغل الفراشات يا جماعه ده عامل شغل عالي جدا مع الناس. بص الفراشات دي يا جماعه عامله ازاي، لونها تحفه، اللون الموف الهادي مع الذهبي اللي في الحروف ده جميل جدا. وبعدين بصوا من ورا معاها ايه؟ معاها عيدان سلك اهي معاها، تمام، ومعاها لزق كمان اهو، باين كده واضح، لزق اهو عشان تلزقي الفراشه وتوقفيها كده على التورته، جميله جدا. بصوا اللون ده كمان، الوانها تحفه يا جماعه، تحفه ما شاء الله. يعني عايز اقول لكم شغل عالي قوي 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 يعني. بصوا بقى دي برضك هاديه جدا، اللون الابيض مع الذهبي تحفه في التورتايه البيضه بقى. وبرضك معانا فراشات ايه؟ ذهبي كده، جميله جدا برضك. واخيرا بقى المفرش السيليكون اللي بيخش الفرن يا جماعه، اتطلب مني كتير جدا المفرش دوت. ده خامه عاليه جدا جدا يا جماعه، ده 30 في 40، وده ايه 40 في 60 اهو، على قد الصاج ال 40 في 60 وقد الصاج اللي ايه 30 في 40. طبعا جالنا برضه يا جماعه ايه النهارده؟ شمع الغذائي، تمام، ده شمع للشوكولاته. اللي ما يعرفش ايه هو الشمع الغذائي يا جماعه، ده شمع للشوكولاته، عشان احنا في الحر طبعا، فمحتاجين ايه؟ حاجه تشد الشوكولاته معانا. لو حطيناها مثلا على سابليه، حطيناها في بديفور، حطيناها الاكلير، اي حاجه بقى ايا كانت مش مثلا في حر ولا حاجه، فطبعا بنضيف معاهم شويه شمع غذائي من دوت، بيشد معانا الشوكولاته وبيخليها ايه؟ ما تسيحش. ومعانا يا جماعه كمان برضو ايه؟ مذيب الدست. المذيب ده يا جماعه عشان ندوب بيه الدست، يبقى ايه؟ سهل معانا ان احنا نشتغل بيه. تمام كده تمام. بالتالي انا مش ناسي حاجه، وكده احنا خلصنا. ويا رب ما نكوناش نسينا حاجه، لان البضاعه فعلا كانت جايه كتير الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا انا يعني ايه على قد ما قدرت انا لميت لكم الحاجه اللي جت النهارده، ويا رب نكون افدناكم بالفيديو ويكون الفيديو عجبكم. هستنى تعاكم وفرحت جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.